حدود الخطوبة شكلها بيكون عامل ازاي؟ في واقع مفيش مفر منه بيقول ان مهما كنا عارفين بعض كويس قبل الجواز لسه برضه بنتفاجئ بطباع وصفات وحاجات ما كانتش موجودة قبل الجواز. وطبعا المفاجأة هتكون اكبر لو احنا ما عملناش حاجة وقت الخطوبة غير اللف على العفش وتجهيز البيت والكلام ده كله. جوه الاطار الشرعي للخطوبة ضروري لاي اتنين بيفكروا يتجوزوا يركزوا على 3 نقط مهمة جدا. اول حاجة هي الدين والاخلاق، ودي اول واهم نقطة. هو هيكون ابو اولادك وانت محتاجة ان هو يكون قدوة سوية قدامهم، وهي هتكون ام لاولادك اللي هتغرس فيهم الحب والقيم وازاي الدنيا بتتعاش. التعلق بالله سبحانه وتعالى بيخلي القلب كبير معطاء ومتفهم. وتاني حاجه تسالوا نفسكم سؤال: هل بينكم احلام واهداف مشتركه في الحياه؟ لان قلبكم انتوا الاثنين لو اجمع على هدف له معنى، الهدف ده هيخلي قلوبكم دايما بتلف حوالين بعض. وتالت حاجه انك تعرف علاقه الشخص اللي انت هتتجوزه باهله عامله ازاي، بيعاملهم ازاي، بيتعامل معاهم بانهي طريقه. تشوفي وتركزي بيتعامل معاهم ازاي، لان خيركم اهله. وقبل ده كله لازم تعرفوا وتتاكدوا ان انتوا هتقدروا فعلا تتسندوا على بعض.